السلام عليكم، معكم بروجي. واليوم جيتكم بواحد ستوري تايم اللي ما غنساهاش حياتي كامله. ليتس جو. اليوم جيت نعاود لكم واحد ستوري، قصه رعب واقعيه عشتها وانا صغير 2014. ليله كنا كنقولوا ما كناش غنعيشوا فيها. قصه العافيه اللي كانت غطيبنا حيين، وما عمري قلت راه غنكون معكم دابا كنعاود لكم هاد ستوري. كنا كنقراو في الاعدادي، كنت في السابعة ولا الثامنة في العمر ديالي. دوك الايامات الناس اللي باقا عاقلة كنا كنقراو من 8 ل 12 لجوج ل6. فاش رجعنا للدار لقيت الوالدة وجداتي جالسين كيشربوا اتاي. جلسنا كنشربوا اتاي وكنتفرجوا في واحد ديسان انيمي ويا تجي اختي. جات اختي معطلة حيت كانت كتقرا في الثانوية ديك الساعة. جلسنا كنشربوا اتاي وكنتفرجوا. ديك الساعة كنا كنتفرجوا غير في التلفاز. داز الوقت بالزربة، حنا كنا عايشين في الطروازيام ايطاج. الطروازيام ايطاج هي فين جالسين حنا دابا. داز الوقت وطلعتنا الوالدة للبيت الفوقاني الناس. الدار ديالنا فيها 3 طبقات، الطبقة اللي ساكنين فيها والطبقة اللي تحت منها راهنينها لواحد الناس، والطبقة الفوقانية كان فيها البيت ديالنا وواحد سطيح صغير وواحد الدروج اخرين للسطح اللي مبني فوق البيت ديالنا. الدروج اللي كانوا كيدوزوا لداك السطح الفوقاني سداتهم الوالده. علاش سداتهم؟ حيت كان دخل ديجا واحد الشفار وشفر شي حوايج وقالت هي نسدهم باش مره اخرى لا بغى يدخل شي واحد ما لقى منين يدخل. في نفس ديك الليله فقد جداتي كتشم الريحه ديال الشوا وهي تقول للوالده فلانه راه كنشم الريحه ديال الشوا. كنت رد على الوالده كتقول لها لا، ما كاينش اللي غيشوف هاد الوقيته عندنا في الدار. ولكن الحقيقه ان الجيران في الطابق اللي تحت منا كانوا مسافرين وخلاو ولادهم ياسين وخوله. وياسين بلاص ما ينعس ناض شعل الشمعة اللي كان ديجا داير شي دوز ديال شي معجون ولا شي حاجه. علاش؟ حيت ما كانش الضو. وخلى الشمعة بلا ما يحضيها. ديك الشمعة غطيح على الكواش وطلامط وغتشعل العافيه بالزربه. هما هربوا. خوله بدات كتغوت خالتي خالتي العافيه شعلات، خالتي العافيه شعلات. الوالده ديك الساعه غتفيق على الغوات ديال خوله، ولكن فات الفوت. العافيه ديجا شاعله. وصلت العافيه للغاز ديال الثلاجه، تفرقعات الثلاجه. العافيه شدات في الدار كامله. وصلت للتيو د البوطه، شعلات العافيه في الغاز د البوطه. حنا الفوق كنشوفوا الدخان بزاف، دخان كحل، ماشي دخان خفيف ديال الشوا، دخان كحل. ما قديناش نهبطوا لتحت حيت كان الدخان معمر الدنيا. ناضت الوالده وجداتي طلعونا للسطح. جلسنا في واحد الكوان اللي كان ما واصلوش الدخان بزاف، ومكثرت داك الدخان والعافيه. الارض ولات سخونه، ما تقدرش توقف فوق منها لدرجه انها الميكا كتذوبها. الجيران هنا فاقوا على الغوات ديال عافيه عافيه عافيه. وواحد الناس الفوق في السطح كيقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يتشهدون. هنا الجيران غيبداو يعمروا سطول هاد الماء. والدراري د الحومه اللي كانوا كيقولوا عليهم شمكاره وكذا وهادي وما مزيانينش، هادوك الناس هما اللي كانوا كيطلعوا في ديك العافيه وداك الدخان كيطفيو وكيحاولوا ينقذوا شحال ما قدروا ينقذوا. الدراري د الحومه هزوا ديك البوطه اللي كانت ديجا شاعله ولواو عليها كاشه فازقه وهبطوها خشوها فوق الثلجومه. الدخان هنا ما حبش، ولكن حيدوا داك الخطر لربما تفرقع ديك البوطه وتريب الدار كامله. شكرا للدراري هذا. ولهنا باقي ما جاتش البومبيه، باقي ما جاتش لومبيلونس، باقي ما جات حتى شي واحد. العافيه اللي شاعله والدخان اللي طالع كيبان من مسافات بعيده، ولكن حتى شي واحد ما قديش. وفي نفس الوقت الناس ما حبساتش، سطل مورا سطل. الناس كتطلع وتهبط في الدروج، كل شيء كيحاول يطفي ديك العافيه، كيحاول ينقذ دوك الناس اللي الفوق. ودل الفجر نقص الدخان شويه عاد قدينا نهبطوا. البومبيه ما جاو تطلع الصباح، بداو كيطفيو في داك الرماد اللي خلاتو ديك العافيه شاعل. طفاو داكشي اللي طفاو. ولات هاد القصه معروفه في الحي ديالي، وهاد القصه هادي عشتها انا
مازال محفورة ليا في دماغي ما بغاش تحيد، وهذه اول مرة نعاودها لشي واحد. واش سبق ليكم عشتوا شي قصة بحال هذه؟ خليو في لي كومونتير القصص ديالكم. شكرا على المتابعة، ونتلاقاو في القصة الجاية ان شاء الله.